السلام عليكم أصدقائي وحلقة جديدة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تضغط لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ميسي 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 وعليك خاصة الكرة انقذهم فرحهم شيل 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 يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل. ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، شئت أم أبيت. الجميع خضع لميسي. عنوان تصدر وسيتصدر الصحف. المحادثات والنقاشات بين الجماهير. هؤلاء هم عشاق المقارنات، هواة الأرقام، محبي مارادونا وكذلك المحايدين. لن يشكك أحد، لن يطلق عليه لقب المتخاذل بعد الآن. ميسي بطل العالم، ميسي فاز بكأس العالم، حقيقة وليست خيال. هل كان ميسي بحاجة للفوز بكأس العالم ليثبت أنه الأفضل؟ ماذا لو لم يتصدر مارتينيز لركلات الجزاء؟ أو فازت فرنسا بخطأ من رفاقه؟ هل سينتزع من ميسي لقب الأفضل؟ لا والله وألف لا. لم يكن أرجنتينيا، كانوا يعتقدون أنه لا يشبههم. يستلم، يراوغ، يسدد، يحرز أهداف، يفوز بالبطولات بقميص برشلونة وبالجوائز الفردية. لم تكن لكراته الذهبية أي قيمة عندهم، حتى لو فاز ب100 ما كانوش هيقارنوه بمارادونا اللي جاب لهم كأس العالم بهدف غير شرعي، فيده الأكثر شهرة وسميت بيد الإله. أصبح في نظرهم المتخاذل. خسر نهائي كأس العالم أمام الألمان، وخسر 2 نهائي كوبا أمريكا ورا بعض. لم يحقق أي لقب دولي مع بلاده في مسيرته. تحمل المسؤولية، وبعد ما كسب كل حاجة مع ناديه تجددت دوافعه، وأصبح هناك شيء ما يريد تحقيقه، وتحول من شاب خجول ما بيتكلمش كتير لشخص صدامي يدخل في صراعات داخل الملعب ومشادات مع الحكام. وظهر في وسائل الإعلام وانتقدهم علنا، وتحمل المسؤولية وخفف الضغط عن زمايله. لاعبو الأرجنتين ظهروا وكأنهم مدينين له، عاوزين يفوزوا عشان ميسي بطل طفولتهم ومثلهم الأعلى. الآن ميسي على عرش كرة القدم، فاز باللقب الوحيد الذي كان يحلم به هو وأبناء وطنه. ميسي بطل كأس العالم 18 ديسمبر 2022، العيد الوطني لدولة قطر، وسيصبح كذلك للأرجنتين ولميسي نفسه ولكل عشاقه. لن ينسى أحد استاد لوسيل ومشهد ميسي وهو يرفع الكأس. كانوا على يقين بالفوز بالبطولة، وإعلانهم الشهير خير دليل. تواجدوا بكثافة واحتلوا شوارع قطر، وانتظروا بطلهم الخارق ميسي الذي أصبح يشبههم. ميسي تحرر من الضغوطات وفاز بأول لقب قاري له. ومن مين؟ البرازيل، الغريم الأزلي. وفين؟ في البرازيل سيناريو سينمائي ولا في الأحلام. فظلوا يرددون: برازيل برازيل، انت حاسه بايه؟ شافوا ميسي بيرفع الكاس في الماراكانو ورددوا مارادونا افضل من بيليه. رجعوا على الارجنتين ومعاهم الكاس الثمين، والاهم بنسخه جديده من ميسي. الارجنتين وصلت نهائي كاس العالم 2022 بقطر، ولعبت قدام فرنسا. هل لك القدره، هل لك الامكانيه ان تجدد الاقتباس في عصر جديد، بعصر حديث، بكلام آخر يا ليو؟ هم يعتقدون، يتأملون، يحلمون، يثقون فيك يا ابن البولجا. لا تخذلهم يا ابن روزاريو، لا تخذلهم يا ابن روزاريو. منظومة دفاعية متكاملة وأداء هجومي أكثر من رائع. ميسي سجل الهدف الأول ودي ماريا سجل الهدف الثاني. الأرجنتين لعبت وعندها ثقة في الفوز، ثقة في تحقيق حلمها وثقة في الفوز. ميسي بيقدم مباراة للتاريخ، ودي ماريا عيط بعد الهدف الثاني، وده أكبر إثبات على روح الفريق وعزيمته في تحقيق المونديال. فرنسا ما عملتش أي حاجة الشوط الأول على الإطلاق،
ولا هجمة واحدة بس على مرمى الأرجنتين، مفيش خطورة. فرنسا بتلعب وسايبة شوارع ورا، وميسي أحسن واحد يظهر في المساحات. ديشامب طلع ديمبلي وجيرو في الشوط الأول، واللي نزلوا ما عملوش حاجة وغرقوا زي أصحابهم. أمواج الأرجنتين اليوم عاتية، ولا صوت يعلو فوق لقب المونديال. أنا الماضي، أنا الحاضر، وأنا أسطورة المستقبل. أنا ليو عارض المتعة في عالم القدم. أنا كبيرهم عند صغري، وأنا عملاقهم في كبري. ومع بداية الشوط الثاني غابت شمس الأرجنتين، وسيطرت فرنسا على مجريات اللعب، وعدلوا النتيجة في 3 دقايق بس. ومن ضربة جزاء في الدقيقة 79 سجل امبابي الهدف الأول، ونجحت فرنسا في التعادل بعد دقيقة واحدة بس عن طريق امبابي برضه. واتجهت المباراة للوقت الإضافي، وسجل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 111، وتعادل امبابي لفرنسا وسجل أول هاتريك في نهائيات المونديال. وفاز الأرجنتين على فرنسا بضربات الجزاء. بحت الأصوات في أهدافك، بحت الأصوات في ألقابك، فكيف لا تبح في أغلى بطولاتك. بح الصوت في أهدافك، بح الصوت في انتصاراتك، فكيف لا يذبح الصوت في ألقابك وأغلى بطولاتك يا ليو. ميسي ميسي اتدلع، قدر، منحهم، انقذهم، فرحهم، شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل شيل البطولة، شيل شيل الذهب، شيل شيل الغالية، شيل شيل الكوبا، شيل شيل الموندو، شيل شيل العالم، شيل الشيخ ليونيل ميسي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.